صباح الخير، شلونكم حبايب؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. طبعا اليوم حبيت اشارككم الفيديو مالتنا. راح اسوي غدا، راح اسوي باتشا. طبعا الباتشا رايتها فهودي صار له اسبوع، قلت له بس خلص امتحانات اسوي لك باتشا. فالخميس خلص، البارحة كنا معزومين ما قدرت اسوي له، فاليوم البارحة بالليل ذكرني، ها بابي الباكر تسوي لنا باتشا؟ قلت له والله باكر اسوي لكم. قال تقعد من النوم تلقى باتشا. فقال ما راح اتريق، راح اظل انتظر الا تسويها. يلا هو ريق هو غدا يصير، لان اصلا هو نام بالستة الصبح يعني. فهسه عندنا هاي الباتشا حبايب جبناها. هسه تدرون اكيد اني لازم اشعوطها شوية على الطباخ بالبداية. اني غسلتها شوية راح اشعوطها على الطباخ، خاف اكو شعر وسخ شي صوف. وهاي الكرشة راح اقسمها، هاي الكرعان قسمتهن. هسه راح نشعوطها شوية على الطباخ وياي. وهسه حبايب هاي مثل ما تشوفون شعوطها للباتشا. هنا بالذات هذه المكانات خاف اكو صوف شعر. هي نظيفة منظفيها يعني جبناها، بس هم لازم نعيدها من جديد احنا. حكملها كلها حبايب وارجع لكم قوياية. وهسه مثل ما تشوفون كملنا شعوطناها للباتشا. هسه عندنا الكرشة همين منظفة هي، بس اني انظفها من جديد، خاف اكو وسخ شي تتنظف هالشكل. هذا قصته. اكو نوبات ما منظفات يجيبوهن. هذه بالذات هذه جو البوري حتى تتنظف بس زين. هالشكل هذا اسويها وانظفها، انظفها كلها واقسمها وارجع لكم. وهسه راح نبدأ اول شي فرمنا البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ورا ما غسلنا الباتشا وقسمنا الكرشة وغسلناها. هسه راح نحمس البصل اول شي. وهسه بعد ما حمسنا البصل هالنص حمسناه راح نخلي الباتشا. بسم الله الرحمن الرحيم. خليها كليتها. وهسه بعد ما حمست الباتشا راح نحمسها زايد بعد. نحمسها بعد شوية وندير مي. وأول فورة نشيل المي الزفرة اللي فوق الصير ونذبها. أو تردون بالبداية أني نوبات بس أسلقها بالبداية بمي وأطش المي كله وأرد أحمس من جديد بصل وأحمسها من جديد الباتشا. يعني بالبداية بس سلق وأطش المي.
هسه راح ندير مي حار، نخلي مي يغطيها، خلي بعد شوية. هسه حبايب مثل ما تشوفون يعني حتى زفرة قليل بها راح تصير، لأنه أنا أصلا غسلتها بمي حار. حخلي هيل، حخلي فرق الغار، هاي الغار راح أخلي 7 أبهار. كركم، تقدرون تخلون فلفل اسود كيفكم، نكركم شوي بعد. حنخلي من قريب ما تستوي، يعني تفور هواية قريب ما تستوي، راح اخلي نمو بصرة، واخلي نومية حامضة. هسه هذني خليتهن، راح اغطيها اتركها تستوي. وحبايبي راح اخلي شوية دارسين، راح اتركها تفور. وهسه هنخلي حبايب نوم بصرة، هنخلي ليمون، يعني تقريبا نص ليمونة نخلي شي فلار. راح نتركها تستوي، وبقالها شوية وتستوي. وهسه تقريبا راح تستوي. هسه شو نسوي؟ راح نروح نقعد فهودي ونشوفه راح يتذكر بالباكر لو يعني ناسي ما يدري. ابقوا وياي حبايب. هسه نقعد فهودي. فهود فوفي، يلا حبيبي اقعد، يلا حياتي، يلا 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 صباح الخير، يلا حبيبي. حتى لو بالستة نايم همين هالساعة كلش كافي. يلا قوم، شوف شنو سويت لك. تشردت البارحة بالليل، شنو سوي لك غدا؟ قوم يلا سويت لك باكر. وهسه راح نسوي الصلصة الخاصة بالباكر. راح نخلي هاي ثوم ثرمته ناعم، فص كامل مع ثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه زايد. هاي الصلصة ويا الباكر كلش طيبة تصير. احنا دائما نسويها من نسوي الباكر، نحمس الثوم زايد. هسه راح نخلي ملح. راح نخلي اول شي هاي طماطة مفرومة، راح نخلي الملح. راح نحمسهن شوية. هاي 4 طماطايات وسط حجمهن، فرمتهن. وهسه راح اخليهن يتقلن ويا الثوم. ابقوا وياي حبايب. هسه راح اخلي من السوب مالت الباكر هاي الكمية حديرها هاي الصلصة مالتنا. راح اغطيها واتركها تستوي. وهذه استوت الصلصة مالتنا، يعني يردون بيها شوية يعني سوب ولا عفد مرة هالشكل هذا. راح نطفيها. هسه راح نصب ونتغدى وياي. نصب الغداء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وهذا غدانا مثل ما تشوفون. هاي الباجة وهاي التحضيرات اللي ويا الباجة، الطرشي والصلصة والرارنج والبصل والخضرة. وهذا فهودي يلا حبيبي. هسه فهودي راح يجرب لنا الباجة ويقول لنا شلون طعمها. يلا حبيبي. راح نجرب القناعات. اي مستوية. ونغمس بالصلصة. بابا عيني روحي عماق. حبيب قلبي ألف عافية. يلا هسه حبايب راح نتغدى وسهمنا وسهمكم العافية. وإذا عجبكم الفيديو اللي سويته اليوم لا تنسوني من الإعجاب والاشتراك بقناتي. يلا باي، مع السلامة.